السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دكاترة أولى ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا بخير وصحة وسلام دايما يا رب، اللهم آمين يا رب. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. المنهج نزل. الحمد لله الحمد لله. طيب كلمتين كده بسرعة على المنهج الجديد قبل ما نخش على الشابتر 1 ليسون 1 عندنا. المنهج الحمد لله خف عن السنة اللي فاتت كتير، كنا 21 ليسون دلوقتي بقينا 14 ليسون. ظبطوا شوية حاجات فيه، ولكن اللي يبص على المنهج من بره هيشوف إن العناوين تقريبا شبه عناوين السنة اللي فاتت، ولكن الكونتنت اختلف فيه حاجات. بص ماينوت ديتيلز كده ممكن لا قدر الله لو معاك منهج السنه اللي فاتت بتذاكر منه توقعك، ولذلك احنا ان شاء الله ان شاء الله مع بعض بادئين بمنهج جديد بكتاب جديد لذيذ هيظبط لنا كل الدنيا دي كلها. حلو، تعالوا بقى بدون اي مقدمات طويله كده نسمي الله ونخش باذن الله باذن الله على تشابتر 1 اكواتيك ايكو سيستم، وتعالوا نخش على ليسون 1 ونتكلم مع بعض ونشوف باذن الله احنا بنتكلم فيه على ايه. يلا بينا ويلا بينا يا دكاترتنا كده نسمي الله ونبدا اول حته في اول الشابتر 1 عندنا. قبليها تعالى نخش في الانترو بسيطه كده. يقول لك اول حاجه هنتكلم على حاجه اسمها الكونسبت اوف انفايرمنت. يعني ايه كونسبت اوف انفايرمنت؟ يعني المفهوم البسيط كده هو يعني ايه انفايرمنت من ترجمتنا في الانجليزي. وانسى خالص بقى دلوقتي ان احنا شغالين زي جوجل ترانسليت، احنا مش بنترجم ترجمه حرفيه، احنا بنفهم المعنى. طب يعني ايه نفهم المعنى؟ تعالى كده نجيب القلم بتاعنا اللذيذ. وكلمه انفايرمنت يعني بيئه، مش بيئه يعني حد معفن، لا، يعني كل حاجه حوالينا. ايه كل حاجه حوالينا؟ تخيل معايا واحده واحده كده بقى ان انت نازل من بيتك. يعني ايه نازل من بيتك؟ نازل من البيت عادي. انا بنزل من البيت بسم الله الرحمن الرحيم، انا وبابا، انا وماما، انا واخويا، انا واختي، انا واي حد. بتلاقي ايه حواليك؟ هتلاقي الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. هتلاقي عربيات ماشيه في الشارع، تمام. هتلاقي في طوب وزلط ورمله ورصيف، برضه تمام. هتلاقي في شجر، تمام. هتلاقي في حيطه بتاعت العماره، تمام. هتلاقي في شخص ماشي جنب كده او ماشي جنب كده، برضه تمام. ممكن تلاقي ايه تاني؟ تلاقي كلب، تلاقي قطه. كل ده اسمه انفايرمنت. ايه ده بجد والله؟ قال لك يبقى عندنا كده كونسبت جديد لازم يبدا ينور في دماغنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا فيه. ان الانفايرمنت دي مش كل الحاجات اللي حيه بس، ممكن كمان تطلق على بعض الحاجات اللي ايه ما فيهاش حياه، ولا هي تتقال على الحاجات اللي مش عايشه والحاجات اللي عايشه بس، لا، نعمل ميكس ما بينهم. كل ده يبقى الانفايرمنت اللي حواليا. طب تعالى ناخد الديفينيشن بتاعه بسيط كده. يقول لك كلمه environment a concept derived from the French word environ. يعني ايه environ؟ يعني كل حاجه حواليا. حلو كده. which mean surrounding it mean everything around us living او non living، الاتنين بالنسبه لي واحد. طب تعالوا كده نسمي الله ونخش ونكمل. لما نشوف الكومبوننتس بتاعت الانفايرمنت هتتعجب معايا شويه فيها. ليه؟ لان انا قلت لك زمان في الجريك ووردز عندنا كلمه اتوم، وافتكر من الفاندامنتال كورس بتاعنا قلنا كلمه اتوم مقسمينها تو سيلبل. ايه يعني نو، وتوم يعني ديفايد. قلنا ان الاتوم بتتقال على الحاجات اللي ما بتتقسمش. ايه ده؟ طب هنعوز دي هنا. هقول لك لا، انا عايز حرف الايه بس. ايه ده؟ ازاي؟ بص كده، تعال نشوف الكومبوننتس بتاعت الانفايرمنت. قلنا فيها ايه؟ فيها انا، فيها انت، فيها كلب، فيها قطه، فيها شجره، فيها زرعه. حلو قوي كده. تعال بقى نشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم كمان فيها مايكرو اورجانيزم. دول كلهم يتقال عليهم بايوتيك كومبوننت. يعني ايه بايوتيك؟ يعني ليفنج، حاجات عايشه، حاجات فيها حياه. تاني بايوتيك كومبوننت اي حاجه فيها الروح. طب وبعدين include all living organisms such as animal وبلانت ومايكرو اورجانيزم. هتقولي طب انا وانت مش مكتوبين فيهم؟ لا يا حبيبي، ما هو الهيومنز on the top of the animal kingdom، يعني احنا على راس المملكه الحيوانيه. يقول لك وما الانسان الا حيوان ناطق. يعني من الاخر احنا قاعدين فوق الانيمال كينجدم كلها. طب وبعدين صحصح فوق معايا، ده احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم في الاول، مش هنلحق ننام. يبقى تعالى الانفايرمنت كل حاجه حواليا، وكل حاجه حواليا فيها حاجات عايشه ومش عايشه. العايشه بقول عليها ايه؟ بايوتيك. طب واللي مش عايشين؟ بايوتيك. قلنا يعني نو. هنا بايوتيك برضو اهي بالعربي يعني حياه، يعني حاجات لا توجد فيها حياه. تاني يعني بنقسمهم اتنين، بايوتيك كومبوننتس وابايوتيك كومبوننتس. ايه الابايوتيك كومبوننتس دي؟ اي حاجه، زلط، رمله، هواء، تراب، اي حاجه، نار، ميه، اي حاجه حواليا. قال لك طب خلاص بص الفور مين كومبوننت، اللايت والاير والووتر والسويل. حلو تمام، حلو قوي الكلام ده كله. يبقى تاني الانفايرمنت كل حاجه حواليا. طب كل حاجه حواليا تمثل لي ايه؟ قال لك كل حاجه عايشه ومش عايشه. على راي ايه؟ عمرو دياب يقول لك انا عايش ومش عايش.
اكتبها هنا حتى لو عايز اهي، عايش ومش عايش، كل ده يبقى ايه؟ يبقى environment. حلو قوي كده. نسيب لكم عايش ومش عايش دي عشان تظهر معانا بعد كده. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده، تعالى بقى نتكلم there are ايه interaction between biotic and abiotic components to form ecosystem. يعني ايه كلمة ecosystem؟ يعني نظام بيئي متكامل. هندرس الكلام ده كله، لا تقلق. اهي ecosystem. طيب تعالى نمسح الكلام ده ونبص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. البروبرتيز بتاعت الانفايرمنت، the environment is a complex system والenvironment is affected by. بص يا سيدي، تعال نبسط الدنيا شويه. يعني ايه تعالوا نبسط الدنيا شويه؟ يعني تعالوا ما نتكلمش عن الانفايرمنت كانفايرمنت، تعالوا نتكلم عليا انا كبني ادم، وانا هعتبر نفسي انفايرمنت. ايه ده يعني ايه؟ يعني انا في انتر اكشن ما بيني، انا كائن عايش اهو، ما بين الهواء، ما بين الميه، ما بين السان لايت عشان يعمل لي فيتامين دي، ما بين الارض اللي انا بدوس عليها، في انتر اكشن دايما ما بيننا وبين بعضين. طيب حلو قوي كده. نخش على رقم 2. قال لك قال لك تخيل ان انت بعد الشر عنكم حد عاي عنده برد وخد قرص مضاد حيوي. ايه ده؟ تاني، هنتخيل ان في حد لا قدر الله عيه وخد قرص مضاد حيوي. طب قرص مضاد حيوي ده هيعمل عندي ايه؟ هيخش جوه. انا بيولوجيكال سيستم عندي جوه كتير، انا كائن حي، تمام. طب والقرص ده كيميكال، مش القرص ده كيميكال كومباوند داخل؟ يبقى انا دخلت جوه الانفايرومنت بتاعتي، حصل ايه؟ حصل كيميكال تشينج، مش هنخش في تفاصيله، ولكن البيولوجيكال سيستم اللي عندي اتاثر. ليه؟ ما في بكتيريا ماتت وناس عاشت وناس ماتت والدنيا بايظه. طب وبعدين انا سخنت وبعد كده بريت وبعد كده سخنت تاني وبعد كده بريت تاني وبعد كده سخنت، مش هنقعد نلعب بقى، كل ده فيزيكال تشينج. يبقى لو دخلت ان انا انفايرمنت بيحصل عندي كيميكال وفيزيكال وبيولوجيكال تشينج، تمام، وبيحصل عندي انتر اكشن ما بيني وما بين الحاجات اللي مش عايشه برضه، تمام. كل ده مع بعض لازم سبحانك ربي لازم يبقى موجود في بالانس معين، والبالانس ده اسمه ايكو سيستم، نظام بيئي متكامل. في ايه؟ في بالانس موجود. طب حلو، تعال نشوف كده الكلام ده عندنا مكتوب ازاي. وعايزك تتخيل ان انا بني ادم باخد ايه؟ باخد قرص مضاد حيوي، يبقى عندي فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال تشينجز. حلو، فاكتورز ذات كان بي ايه؟ cannot be separated from each other، ما اقدرش افصلهم عن بعضيهم. طب وتاني حاجه، الانفايرمنت affected by ايه؟ بيتاثر بايه؟ a set of variables that ايه؟ surrounds human and the living organism. يعني لو مثلا اللايت زياده تحس ان الجو حر، مش قادر. لو ما فيش لايت بردان. كل ده في الايكو سيستم بيأثر على بعض. كل ده في الانفايرمنت بيأثر عليا وعلى كل الحاجات اللي عايشه حواليا. قال لك برضو طب بص يا سيدي، تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم بقى نفهم اصلا يعني ايه الكونسبت بتاع الايكو سيستم. اشرب ميه واجي لكم بقى عشان انتوا عطشتوني من الكلام. يلا بينا بقى كده نكمل ونشوف يعني ايه ايكو سيستم. وقلنا كلمه ايكو سيستم يعني نظام بيئي. حلو، يعني ايه نظام بيئي؟ يعني البيئه دي ليها نظام، مش بيئه يعني حد معفن، لا، الجو والبيئه اللي حوالينا. حلو، تعال نشوف الايكو سيستم. يقول لك a community of living and non living. هو مين الليفنج؟ الانيمال والبلانت. حلو، والمايكرو اورجانيزم. طب مين الليفنج؟ اللايت والاير والساند. حلو قوي كده، والسويل. طيب تعالى بس interact with each other. بنعتمد على بعضينا ولا لا؟ ايوه. تعالى ناخد البلانت كمثال. البلانت محتاج لايت عشان يحصل فوتوسينثيز، ومعاه شويه اير عشان ياخد الكربون دايوكسيد، ومحتاج الاير عشان يطلع اكسجين عشان نتنفس منه. مظبوط. يبقى بننتراكت مع بعضينا ولا لا؟ تمام. انا كبني ادم محتاج الشمس عشان فيتامين دي، محتاج السويل عشان انا مش بعرف اطير. طب ومحتاج ايه تاني؟ محتاج اشرب، محتاج اكل. حلو، يبقى في انتر اكشن ما بيننا ولا لا؟ وطالما احنا محترمين مع نفسنا ومحافظين على الانتر اكشن ده، يبقى من الاخر هيبقى عندنا ايكو سيستم سليم ونظيف. لا تاني، واحده واحده. يعني دلوقتي مثلا نسمع عن حاجه اسمها الصيد الجائر، هنشوفها بعدين. يعني ايه؟ يعني اوفر فيشنج، يعني بنصطاد كتير قوي فالسمك بيخلص بينقرض. الناس اللي بتروح تصطاد بالجن. طب الناس اللي بتقعد تشيل شجر كتير، طب ما الاكسجين كونسنتريشن بيقل والكربون دايوكسيد بيزيد. ليه؟ الشجر ده بيتنفس كربون دايوكسيد وبيطلع لي اكسجين اللي انا باخده. طب لو شلته كتير الايكو سيستم باظ، لعبنا في النظام البيئي. طب يبقى بالبلدي كده الايكو سيستم ده ايه؟ الانتر اكشن بين الليفنج والنون ليفنج. حلو كده. طيب
to adapt to the surrounding environment. وحته الادابتيشن دي حلوه قوي. ليه الادابتيشن دي حلوه قوي؟ لان بمنتهى البساطه انا ما اقدرش اعيش تحت الميه، والسمك ما يقدرش يعيش فوق. كل واحد بيأدابت على الانفايرمنت بتاعه. ومن عشاق السمك، في سمك بيطلع في النيل وفي سمك بيطلع في البحر، لا ده يعرف يعيش مكان ده ولا ده يعرف يعيش مكان ده. حلو كده؟ ولذلك يجي يقول لك للناس بقى حبيبي اللي بتاكل سمك كتير قوي، اللي بيحبوا السي فود يعني، يقول لك سمك المزارع طعمه معروف، السمك اللي بنصطاده طعمه معروف برضه. خلي بالك واسال اي حد بيحب السمك هيقول لك الكلمتين دول. ايه ده ليه؟ والله في الاوبن سي بيتحرك كتير فتحس ان لحمه كده غني، ولكن في المزارع هو قاعد في مزرعه بيكبر ويترعرع والدنيا زي الفل، بس تحس ان التيست مختلف. ليه؟ عشان هو بيأدبت بطريقه تانية ممكن تاثر عليه من جوه فبالتالي تاثر عليا. طب تعالى اديك انا كمثال. لو انا بسم الله الرحمن الرحيم كده انا وانتوا طلعنا جات لنا هجره ورحنا سافرنا كندا، انا قاعد دلوقتي بنص كم، هل اعرف اقعد كده في كندا؟ قال لك لا مستحيل. ليه مستحيل؟ كندا ثلج، برد فعلا. طب لو جبنا واحد من كندا عيشناه في مصر هنا هيسيح من كتر الحر. ليه؟ هقول لك ليه. ادابتيشن صغير كده مع بعض تعالوا نرغي فيه. ان انا بالنسبه لي بسم الله الرحمن الرحيم كده انا جسمي عنده سويت جلانس كتير عشان يطلع العرق، عشان انا بتحر جامد فبعرق كتير. طيب وبعدين بتاع كندا بيعرق، هيعرق ليه؟ هو اصلا عنده صن يعرق لها؟ لا، ده بتاع كندا تلاقي الفاتس عنده هنا عاليه. ليه؟ عشان تدفي جسمه. طب لما ينزل هنا لا تلاقي الدنيا اتلخبطت، وانا لما اطلع هناك تلاقي الدنيا اتلخبطت. يبقى انا بادبت بطريقه معينه على حسب الانفايرمنت اللي حواليا، وهو يادبت بطريقه مختلفه لان الانفايرمنت عنده اتغيرت. صح كده؟ زي الفل. تعالوا كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده نشوف مثلا اكزامبلز للايكو سيستم عندي. طب عندي اكزامبلز للايكو سيستم زي ايه؟ زي الديزرت. انا واحد من الناس ما اقدرش اعيش في الصحراء. ليه؟ ده انا بستحمل الحر هنا بالعافيه، ده لو رحت هناك هتبصوا هتفشخ على طول، اسيح زي الايس كريم. ولكن بسم الله ما شاء الله الجمل بيعرف يعيش، الحيوانات الصحراء والسحالي تعرف تعيش، التعابين تعرف تعيش، كل واحد بيأدبت بطريقته. طب وبعدين انا ما اقدرش برضه اروح اعيش في الفورست، ما اقدرش اعيش في الغابه. حلو كده؟ ما عنديش طرق الادابتيشن. ولكن القرود مثلا تقدر تعيش في الغابه عسل قوي. طب وعندنا اخر نوع، بص كده، الاكواتيك ايكو سيستم. هل انا اقدر انزل اعيش في الميه او تحت الميه؟ لا. يبقى بالتالي عندي كام نوع من الايكو سيستم؟ عندي 3. اول نوع وهو الديزرت ايكو سيستم، الصحراء. والكائنات اللي عايشه هنا بتتكيف بطريقه معينه غير الكائنات اللي عايشه هنا. خلاص بقى احنا متفقين كده كده ان انا كنت ساقط رسم في ثالثه اعدادي من الفاندامنتال كورس بتاعنا. غير الكائنات اللي بتعيش هنا، دول كائنات ال3. يبقى ادابتيشن في الديزرت غير الاكواتيك ايكو سيستم، ادابتيشن في الاكواتيك ايكو سيستم غير الفورست. وهنشتغل كده كده في الترم على الادابتيشن ده ونفهم دنيتنا فيها عامله ازاي. اوعى تنسى في الفاندامنتال كورس لما اتكلمنا على السيل ممبرين، واوعى تنسى الكلام اللي قلناه في الفاندامنتال كورس لانه مهم جدا 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 جدا. طيب حلو قوي كده. تعالى بقى نشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده. قال لك احنا عايشين في حاجه اسمها الكره الارضيه. قال لك كره يعني ايه؟ كره يعني سفير. بجد والله ما قلناش حاجه غريبه، كره يعني سفير خلاص. قال لك طب هي الارض كلها واحده؟ قال لك لا. ازاي؟ انا عايش على الارض صح، في كائنات غيري عايشه في الهواء، في كائنات غيري عايشه في الميه، كل واحد هنا بيأدبت بطريقه مختلفه. قال لك ولذلك هنسمي لكل واحده السفير بتاعته. يعني ايه السفير بتاعته؟ قال لك انا عندي، مش احنا قلنا في الكومبوننتس بتاعت النون ليفنج عندك اللايت والساند او السويل، وعندك الووتر، وعندك الاير. قال لك قال لك طب بص، عندنا 4 سفير عندي. هم ايه اللي بيحصل عندنا؟ يقول لك ان الناتشرال انفايرمنت كونسيست اوف 4 كلوزلي انتر كونكتد سفير. يعني ايه واحده واحده؟ يعني هم 4 سفير انتر كونكتد يعني بيتداخلوا مع بعض. ال4 سفير اللي عندنا بيتداخلوا مع بعض. حلو. that are continuously changing and influencing by human activity. يعني عندنا الهيومن اكتيفيتي هي اللي بتاثر عليهم. ومن هنا لازم نبدا نحفظ شويه. يعني ايه لازم نحفظ شويه؟ لازم الكلام ده يتحفظ. ال4 سفيرز لازم يتحفظوا. طب احفظهم ازاي؟ قال لك بص، لو خدت بالك كل واحده فيهم بتنتهي بكلمه سفير. ماشي؟ اتموسفير، هيدروسفير، لايزوسفير، وبايوسفير. طب انا عارف الاتموسفير ده الهواء اللي احنا بنتنفسه. لا، هتعالى احفظها لك بطريقه اسهل. مش ده اتموسفير؟ قال لك يبقى ده اير. لا تاني كده، اير اتموسفير. تاني، اير
اتموسفير. طب بص دي لايزوسفير، لاند. تاني لاند لايزوسفير. تاني اير اتموسفير لاند لايزوسفير. طيب الهيدروسفير تحس ان هي مبلوله زي الميه كده، H2O، ده الميه صح؟ يبقى ده الهيدروسفير، يبقى الميه. حلو قوي كده. البايوسفير جايه من البيولوجي، كل حاجه حيه. تاني تاني تاني، لما اقول لك الفورسفير عندي اير اتموسفير، اير اتموسفير، لاند لايزوسفير. حلو قوي كده. H2O هيدروسفير. احنا عايشين البايو اورجانيزمز اللي عندنا يبقى بايوسفير. تعالى بس ناخد التركه الصغيره. بص هتلاقي في سهم طالع وراجع طالع وراجع طالع وراجع، ان البايوسفير كل حاجه حيه. يعني الشجره دي محتاجه لاند تتزرع فيها، محتاجه هواء تاخد منه كربون دايوكسيد، ومحتاجه كمان ميه. طب انا كبني ادم محتاج اهو اعيش على ارض واتنفس واشرب. يبقى في انتر اكشن دايما 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 ما بين البايوسفير وايه، وكل انواع السفيرز التانية. طب هقول لك على حاجه بسيطه. تعالى هديك مثال لكل واحد من البايوسفير ممكن يعيش في اي نوع من السفير التانية. ايه ده ازاي؟ والله بص تعالى نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي منين؟ من الاتموسفير. يلا يلا يا عم. هقول لك والله ايه، عصفوره طايره في الهواء. هتقول لي لا يا زكي، ما العصفوره كل شويه بتنزل على الارض. هقول لك طب اقول لك على حاجه احلى، كائن حي وعايش في الاتموسفير. هتقول لي هقول لك واحد لا مؤاخذه دخل في حته زحمه، واحد قدامه راح عيتس وعمل اتشي، يجي اللي قدامه تاني اقول له بس يا عم قرفتنا، وفي الاخر ياخد منه دور البرد ولا لا؟ ايه ده هو خده ازاي؟ قال لك الميكروبس طارت 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 لبست في الراجل اللي قاعد ده. يبقى المايكرو اورجانيزم كده كده عايشه في الهواء. طب حلو، وتعالى نبص، مش في كائنات عايشه جوه تحت الارض مدفونه؟ قال لك يبقى دي عايشه في اللايزوسفير. طب بص اكتر، في كائنات زي السمك عايشه في الميه، يبقى عايشه في الهيدروسفير. يبقى في انتر اكشن ما بين انواع السفير وبعضها ولا لا؟ تاني، في انتر اكشن ما بين انواع السفير وبعضها ولا لا؟ اوعى حد يقول لي لا. يبقى نعيد تاني، الاربعه سفيرز عندنا هم عباره عن ايه؟ اير اتموسفير، اللاند لايزوسفير، H2O هيدروسفير، واحنا كلنا عايشين يبقى بايوسفير. حلو جميل. تعالى بقى نخش كده على البوينت نمبر 4 عندنا، ونتكلم على البيزك كونسبتس عندنا. طيب في حاجات سهله صغيره احنا عارفينها: evaporation, condensation, melting and freezing. وانا مش هشرح الحته دي بصراحه بالطريقه دي. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده بدون اي مقدمات طويله نجيب البورد عندنا. بص يا سيدي، هنشرحها بطريقتين وهنشرحها مرتين. ادي دي حاجه اسمها سوليد، قال لك جميل. وادي دي ليكويد، قال لك والله ما فيش اجمل من كده. وادي ده جاز، قال لك ده عسل قوي. لو انا عندي مثال صغير كده لينا بسم الله مع بعضينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا بتحول من السوليد للليكويد يبقى انا بسيح. خدها زي اكزامبل زي الايس زي التلج، يبقى انا بسيح. يبقى دي عمليه اسمها عمليه الايه؟ الميلتنج. طيب جبنا شويه وبخرناها، تبقى عمليه الايفابوريشن. طيب حلو. طب يلا بينا نرجع. قال لك ماشي، يبقى ده بالنسبه لي بروسيس اسمها ايه؟ كوندنسيشن. طب نرجع تاني من الليكويد للسوليد، دي اسمها فريزنج. طيب تعالى ناخد لها اكزامبل تاني بسرعه كده. عندنا من الستيتس اللي قلناها في الفاندامنتال كورس، ادي الايس وادي الووتر وادي ايه؟ وادي الووتر فيبر عندنا. طب يلا بينا نكمل. يبقى انا لما اتحول من ايه لايه، اروح من الايس للووتر، يبقى انا معايا شويه تلج بسيحه، يبقى انا بعمل له ايه هنا؟ بعمل له ميلتنج. طب لو معايا ميه بجمدها بعمل لها فريزنج. تاني حلو قوي كده. تعال نخش، معايا شويه ميه سخنتها حولتها لووتر فيبر، عملت لها ايه؟ ايفابوريشن. طيب لو رجعتها تاني تبقى كوندنسيشن.
طب يلا نركز كده مع بعض في اللي عايزين نقوله ده. يبقى انا لما اجي اعمل ميلتنج يبقى بحول من السوليد ستيت للليكويد ستيت. طيب وبعدين لما اجي اعمل فريزنج بعكسها، باخد من الليكويد للسوليد. طب حلو. طب انا عايز اخد دلوقتي من الليكويد للجاز، هعمل ايه؟ هعمل ايفابوريشن. طب وبعدين ارجعهم اعملهم كوندنسيشن. طيب معلومه لينا كده على السريع، هو انا عشان اوصل الدنيا من الليكويد للجاز هل انا لازم اوصل التمبريتشر بتاع الميه ل 100؟ يعني مثلا انا عايز اغلي ميه، حلو، لازم التمبريتشر بتاع الميه يوصل ل 100 عشان تتحول من ووتر لووتر فيبر. طول ما احنا كنا بندرس قبل كده كان دلوقتي هنغير الكونسبت ده. طب ازاي؟ ابسط حاجه، انا عندي هدوم غسلتها، هدومي اللي بغسلها دي مش انا بنشرها؟ بنشرها ايه؟ مبلوله، تطلع لي ناشفه. ازاي تطلع لي ناشفه؟ بيحصل ايفابوريشن للميه. طب ازاي؟ قال لك يبقى انا عندي كونسبت جديد عايزين ندخله عندنا. ايه هو؟ مش شرط عشان اوصل تاني اهو عشان اعمل ايفابوريشن اوصل لحاجه اسمها ايه؟ بويلينج بوينت. لا واحده واحده، عشان دي بقى محتاجه ايه؟ مخ نضيف كده ونركز مع بعضينا فيها، بالذات في حته الايفابوريشن. حته الميلتنج عادي مفيش مشكله، هنوصل لحد الميلتنج بوينت وتتحول ونرجع تاني للفريزنج بوينت وتمشي. يعني الايس بيملت عن 0 ديجري خلاص، وصلنا 1 2 ديجري تمام. طب ورجعنا جمدناه عن نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 تحول لايس تاني. جميل. تعال نبص على دي، الميه 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 الميه. انا بجري، رحت العب كوره، هب 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 وجريت وانا عرقان ومش قادر ولا طايق نفسي. هعمل ايه؟ عادي هقف شويه في الهواء بنشف، العرق بينشف صح؟ ايه ده ازاي؟ ما هي الوتر اللي على، ركز بس ما تركزش هنا، وتر على الحته دي، ايه اللي حصل لها؟ حصل لها ايفابوريشن. ليه؟ هو انا بغلي؟ هو انا درجه حرارتي 100؟ هو انا 100 ديجري؟ لا. طب ازاي؟ قال لك ما هو مرحله الايفابوريشن مش نيسيسرلي توصل لحاجه اسمها البويلينج بوينت. فرق قوي في الحته دي. البويلينج بوينت كده كده ايفابوريشن اجباري عند 100 ديجري، بس ممكن يحصل ايفابوريشن للميه قبل ما توصل للبويلينج بوينت. ممتاز، ركز قوي في دي. نشرت هدومي المبلوله، برجع الاقيها مبلوله ولا ناشفه. ليه؟ ما الميه يحصل لها ايفابوريشن. ازاي يا عم؟ هو انا ولعت في الهدوم خليتها توصل لحد 100 ديجري؟ قال لك لا. ولكن الايفابوريشن مش نيسيسري ان انا اوصل لحد الايه؟ البويلينج بوينت. طب عشان اعمل كوندنسيشن لا لازم اقلل فعلا. تاني يبقى انا مين عندي الاكسبشن اللي انا عايزك تهتم بيه؟ الايفابوريشن ده ضروري جدا 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 جدا. من دلوقتي نعرف ان هو مش لازم اوصل للبويلينج بوينت عشان اعمل ايفابوريشن. اديك مثال صغير، انا جريت وعرقت شويه بنشف، ليه؟ هل انا بغلي؟ هل انا درجه حرارتي 100؟ لا طبعا. طب ازاي؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده بيحصل لك ايفابوريشن للميه. ازاي يا عم؟ قال لك ما هو مش شرط يا حبيبي الايفابوريشن يحصل عند نفس البويلينج بوينت. ممتاز. يبقى تعالوا كده نرجع بسرعه ونقرا الكلام اهو بالظبط كده. الايفابوريشن اهو بيحصل ايه في الايفابوريشن؟ بتحول من الليكويد للجاز. حلو، احول من الليكويد ستيت انتو الجازيوس ستيت. طب وبعدين لازم يكون التمبريتشر انكريز، برضو كلام بسيط. طب عكسها تعال نبص، بتحول من الجازيوس لحد الليكويد وساعتها التمبريتشر بيقل. طب وبعدين تعال نخش على الميلتنج والفريزنج، الاثنين اللي عكس بعض. ميلتنج بحول من السوليد لحد الليكويد ستيت، طب ونفس الفكره التمبريتشر بيزيد. طب بجمده؟ لا ده التمبريتشر ايه؟ ديكريز. ارجع احوله لك من ايه؟ من الليكويد للسوليد. طيب حلو قوي الكلام ده كله، ممتاز جدا 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 الكلام ده كله. كده يبقى احنا خلصنا اصلا الانترودكشن بتاع الليسون. يا اختي هو احنا ما دخلناش في الليسون؟ لا لسه ما دخلناش في الليسون عندنا. ليه بقى؟ عشان لحد دلوقتي لو كنا دخلنا في الليسون خبط لازق على طول كنا هنعطل شويه. لحد دلوقتي انا محتاجك تسيستم دماغك وترتب افكارك عشان نخش على الليسون رايقين، عشان نخش على الليسون واحنا جاهزين وواقفين على لايزوسفير صلبه. اهو ده قالش الانتجريتد ساينس اللي انا ما بحبوش. تعالى بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده هندرس حاجه اسمها هيدروسفير. هنبدا بسم الله في كل اللي احنا قلناه ده بحاجه اسمها ايه؟ هيدروسفير. ممتاز. يبقى هيدروسفير دي هيدرو نفكرني كده، هيدرو اتش 2 يبقى الميه. يبقى هنتكلم على بسم الله الرحمن الرحيم الميه.
ولذلك بص سبحان الله، كل حاجه في الانتجريتد ساينس واحنا بندرسها هتلاقينا بنقول سبحان الله فعلا، والله سبحان الله طول ما احنا شغالين. انا اروح اشرب ميه بقى واجي، ايه ده يا دكتور انت بتشرب ميه كتير؟ وانتوا كمان لازم تشربوا ميه كتير. ليه لازم تشرب ميه كتير؟ عشان انا جسمي فيه 70% منه ووتر. ايه ده بجد والله؟ تقريبا حوالي 70% من جسمي فيه ميه. دي كانت اخر معلومه قلناها في الفاندمنتال كورس عندنا. ونرجع نقول سبحان الله سبحان الله. ما هو انا قلت لكم انا اعتبر جسمي ده زي الانفايرمنت من شويه، صح؟ حصل. طب وبما ان ده حصل، كمان الكره الارضيه فيها 70% ووتر و30% لاند. يعني زي ما انا جسمي فيه 70% ميه، 30% بقيه اعضائي، الارض نفس الفكره فيها حوالي 70% from earth surface ايه؟ ووتر. ونبدا نحفظ من دلوقتي، يلا. عندنا 70% ميه وايه 30% لاند، 70% ووتر و30 لاند. حلو قوي كده. طب يلا تعال نشوف بقى الارث is characterized by the presence of hydrosphere than other planets in the solar system. سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليه احنا مش عارفين اصلا نطلع؟ لو حد يعني مطلع على الحاجات دي، كان في اكسبيديشن تو مارس، كان في رحله كانوا هيطلعوا ايه؟ ناس تعيش على مارس ويعملوا كولونايزيشن والكلام ده كله. مشكلتنا كلها ما كانتش في الجو، مشكلتنا كلها في ان احنا مش عارفين نجيب المايه منين. وفي بعض يعني الهايبوثيسز اللي اتحولت لثيوريز دلوقتي ان كان في لايف على مارس، لان لقوا اندر جراوند ووتر، لقوا ميه جوفيه. ايه ده الميه الجوفيه دي بتيجي منين؟ هنعرف كمان شويه. بس لقوا اندر جراوند ووتر. طب اندر جراوند ووتر دي يعني ايه؟ يعني كان في ميه، يعني في حياه. طيب تعال نبص كده، هل بقى الميه عندنا، شايف الهيدروسفير ريبريزنت ذا ليكويد ووتر اون ذا ايرث سيرفيس، يعني انا بتكلم على الميه. طيب تعال ناخد ال 70% دي ونفصفصها شويه. ايه ده نفصصها اكتر من كده؟ هقول لك هو الميه شبه بعضيها؟ يعني ايه الميه شبه بعضها؟ هتقول لي طبعا، يعني ما هي الميه كلها شبه بعضها. هقول لك لا، ما احنا عندنا دلوقتي عندنا مشكله صغيره. ايه المشكله الصغيره ده؟ ان احنا عندنا في حاجه اسمها مارين ووتر او سولت ووتر. الميه اللي حضرتك وحضرتك بيروحوا يصيفوا فننزل نعوم في الميه، احنا ما بنعومش لا في الترعه ولا في النيل، احنا بنعوم فين؟ في السولت ووتر. قال لك سبحان الله فيها 97%. تمام ممتاز. طب وبعدين يبقى الفريش ووتر 3%. ركزوا معايا بقى، الفريش ووتر ايه؟ 3%. طب هم 3% دول كلهم انا بقدر اشربهم؟ قال لك لا، الانهار والبحيرات وكل المياه العذبه اللي عندنا على سطح الكره الارضيه تمثل only 1%. ايه ده؟ طب امال ال 2% راحوا فين؟ قال لك دول فروزن ووتر، ميه متجمده في الانتاركتيكا او القطب الشمالي القطب الجنوبي on the mountain tops. كل ده فيه ميه متجمده. طب بسميها ايه الميه المتجمده دي؟ كرايوسفير. ليه كرايوسفير؟ عشان احنا بنعيط عليها، عندنا ميه حلوه مش عارفين نجيبها. يبقى نقول كمان عندنا السولت ووتر او المارين ووتر كام؟ around 97%. طب وبعدين 97% بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى انا عندي 3% فريش ووتر، only 1% اقدر اشربها. طب والاتنين دول انا مش عارف اشربهم فبعيط عليهم، فاسمها ايه؟ كرايوسفير. تاني مش عارف اشرب الميه المتجمده دي، مش هروح لحد هناك اجيب كوبايه ميه وارجع، لا، فانا مش عارف استغلهم فايه؟ بعيط عليهم، يبقى اسمها كرايوسفير. طب يلا بينا نشوف الستيت بتاعت الووتر. الستيت بتاعت الووتر في المارين ليكويد. طب وفي الووتر العاديه برضه ليكويد. طب في الكرايوسفير بعيط مش عارف اجيبها، تبقى سوليد. ليه؟ عشان هي موجوده في صوره ايس. طيب ممتاز. موجود فين بقى المارين ووتر؟ في كل حته، الاوشن والسيز والسولت ليكس. ايه ده؟ هو في ليكس سولت؟ ايوه. طب بص دي في الريفر وفي الليكس وفي الجراوند ووتر، ممتاز، وفي الووتر ويلز، تمام، وفي الستريمز شلالات. طب وهنا الماونتن بيكس او الماونتن توب والجليشيرز في في البولار ريجن، زي الجليشير اللي خبطت فيها التايتانيك والحمد لله كلهم غرقوا. طب تعالى بقى نشوف كده عندنا شويه شويه وننزل. ننزل ازاي؟ تعالى بص يا سيدي، بص بقى عشان ايه؟ عشان الحته دي مهمه قوي. اخر حته في الكومباريزون عندنا ده نوت سوتبل فور هيومن يوز خلاص، ولا في الزراعه due to its high content of salt، فيها سولت كتير قوي، فما لا تنفع عندي زراعه ولا ينفع ان انا اشربها، ولكن دي suitable for human use. ايه ده؟ يعني يا خبر ابيض، يعني انا 70% من الكره الارضيه كلها احنا عارفين ناخد منهم بس اقل من 1%؟ هتقول لي ليه اقل من 1%؟ لان هي لو حسبتها تبقى اقل من 1%، او لو هو 100% من الووتر هتلاقي ان انت يا دوبك عارف تستغل منه around 1% only. يلوي بس
ولذلك دايما 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 يقول لك لازم تحافظ على الميه. الناس اللي تقعد ترمي مثلا ميه في الشارع او هنا او هنا، ده اكبر غلط. كان عندنا مشكله في الميه من فتره، لو الميه نهر النيل لا قدر الله لا قدر الله اختفى فجاه مش هنعرف نعيش. نهر النيل هو سر الحياه في مصر. ليه؟ لان احنا كلنا عايشين على الميه دي. طب كل الانهار اللي في العالم والليكس والكلام ده كله شغالين اونلي 1%. يبقى نعيد تاني ازاي؟ وفي الاعاده ايه؟ افاده. وهتلاقينا دايما المعلومه بنقولها مره واثنين وثلاثه واربعه وما تزهقش. ليه؟ لان كل ما تسمع اكتر كل ما تحفظ، وكل ما تذاكر اكتر كل ما تسهل عليك بعد كده. يبقى نرجع نقول تاني، الهيدروسفير اراوند 70% من الارث كلها ميه. طب وبعدين تعال نقسم ال 70%، منهم ايه؟ 97% مارين ووتر، ميه مالحه ما تنفعنيش. طب انا فاضل لي كام؟ 3 1% بس بعرف اشربه. طب والباقي ال 2% دول مش عارف استغلهم، فانا بقعد اعيط على جنب. يبقى اسمي كرايوسفير. يبقى اراوند ايه؟ 2%. والستيت بتاعت الكرايوسفير سوليد، دي كده سوليد مش عارف استغلها. طيب حلو قوي كده. تعالى بقى ناخد الايه الهنت الصغيره عندنا دي اهي. الميه اللذيذه عندنا موجوده ايه؟ فروزن ووتر كرايوسفير، والليكويد ووتر هيدروسفير. في فورم تالتة عندنا ووتر فيبر. فاكرين لما كنت بجري واعرق ما انا بطلع ميه في الهواء؟ ايه ده؟ لا، واحده واحده بقى كده، عشان انا دماغي كده باجي كده تلخبط وعم تلخبط وانا مش فاهم حاجه. قال لك انا بحسب الميه اللي على الارض عندي دي كده بس. قال لك لا، ما هو في ميه كمان في الهواء. طب تعالى اقول لك على حاجه كويسه. سيبك من الميه اللي موجوده في الاتموسفير، وتعالى اقول لك ان الجو من قيمه كام يوم كده كان حر. اسبوع، اسبوعين، مش فارقه، بس حر. قال لك انا مشكلتي مش في الحراره، انا مشكلتي في الرطوبه ان مخلياني مش قادر اتنفس. تاني، مشكلتي ما بقتش ان الجو حر او الشمس عاليه، مشكلتي في الرطوبه اللي مخلياني مش قادر اخد نفسي. يعني ايه رطوبه؟ يعني انا عندي ووتر فيبر كتير قوي موجود في الاتموسفير. حلو كده؟ قال لك حلو. تعالى بقى نتكلم شويه. ليه نتكلم شويه؟ تعالى بقى نربط القديم بالجديد. لا، واحده واحده، احنا هنعمل كده على طول. قال لك ايوه. امال هي اسمها ليه انتجريتد ساينس؟ اسمها انتجريتد ساينس عشان بتدخل المعلومه من هنا تستخدمها هنا وتستخدمها هنا وهتحتاجها هنا وهنا وهنا. ما بقاش ان احنا بناخد الليسون والشابتر ونقفل عليه زي زمان، لا. تعالى بقى نرجع بالمعلومه بتاعتنا. كان عندنا كام سفير؟ كان عندنا 4. كان عندنا كام سفير؟ كان عندنا 4 سفير. اير اتموسفير، لاند لايزوسفير، اتش هيدروسفير، وكان عندنا بايوسفير. تعالى بقى هديك تريك صغننه ليك كده معايا. انت عارف ان الميه موجوده في الفور سفير؟ قال لك ازاي؟ قال لك طب ما الهيدروسفير دي قلنا خلاص 70%. قال لك جميل. طب بص يا سيدي بقى، هي 70% من كوكب الارض، بس عارف هي موجوده فين؟ تعال نبص في الاتموسفير ان ذا فورم اوف ووتر فيبر، تمام. طب وفي اللايزوسفير موجوده اندر جراوند ووتر او جراوند ووتر، ميه جوفيه تحت اللي بيطلع لنا الابار. طب وبعدين تعال نبص كده في الحاجه الثالثه، الهيدروسفير ما هي دي اصلا ميه. طب البايوسفير، ما انا جسمي كله ميه، 70% منه ميه، والجسم الكائنات الحيه كله فيه ميه. حلو، تمام. يبقى انا عندي الميه موجوده في كل حاجه، موجوده في كل حاجه وموجوده في كل حته. حلو كده. يبقى الميه لو موجوده في فروزن ووتر يبقى اسمها ايه؟ كرايوسفير. لو موجوده ليكويد عادي يبقى اسمها هيدروسفير. طب ما موجوده في الاتموسفير تبقى اسمها ووتر فيبر. حلو قوي كده. طيب تعالوا كده بقى نسمي الله وتعالوا نصعب الامور علينا شويه. ايه ده؟ هي لحد دلوقتي مش صعبه؟ قال لك لا، ما هو انا تقريبا لحد دلوقتي الكلام اللي بقوله كلام عام، كلام تحس ان هو كلام دردشه، كلام مش صعب قوي علينا. طيب تعالى كده بسم الله الرحمن الرحيم نخش على حاجه اسمها الووتر سايكل، ومن هنا هتبدا الصعوبه عندنا في الدرس. حلو. تعالى يا سيدي اصعبها عليك اكتر. اصعبها عليك اكتر ازاي؟ تعالى نقرا من غير ما نشرح ونحس ان احنا فاهمين ولا لا. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ووتر سايكل يعني عجله الميه او ان الميه بتدور. يقول لك ووتر اكزيست اون ا نير ايرث سيرفيس and it's constantly ايه changing. حلو. between الثري ستيت بتاعتهم اللي هم ايه الثري ستيت بتاعتهم؟ السوليد ليكويد جاز. حلو قوي كده. وmoving from one place to another. ماشي يا عم. through many different paths that form a closed system known as hydrological cycle او water cycle. ماشي. والهيدرولوجيكال سايكل ده عندنا closed cycle occur between the earth's surface and air in which water move from one place to another changing between ايه الثري ستيتس عندنا. ماشي يا سيدي. بص، كلام معقد، وقبل ما تيجي نشرحه
تعالى الاول، انا الحمد لله ما فهمتش حاجه من الكلام اللي بقوله ده. يعني انا لو قاعد هقرا الكلام ده كله انا مش فاهم حاجه. بس تعالى في حاجه انا حاسس ان هي ايه كلوزد سيستم ده. قال لك ما هو قبل ما نيجي نشرح، تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كده نعمل كوبايه شاي عشان نفوق. يعني ايه نعمل كوبايه شاي عشان نفوق؟ كان عندي مشكله صغيره كده، وتعالوا كده الاول نجيب البورد عندنا. لما نجيب بورد عندنا كان عندي مشكله ان انا لما كنت شغال دايما كانوا المشكله الاساسيه ان هم كانوا كل شويه يعملوا لي كوبايه شاي ويحطوها. طيب وبعدين قال لك ان انا كنت بقعد اشتغل واتشغل عن كوبايه الشاي، فكوبايه الشاي كانت بتبرد. حلو تمام. قال لك طب نعمل لك حل من حلين. كان مره كده دايما لما يجي، كان مره زوري كمان واجهني وعجبتني الفكره دي قوي. عملوا لي كوبايه ينسون. طب عشان ينسون ده يتقل راحوا حاطين طبق على الكوبايه من فوق. اكيد كلنا شفنا القصه دي. طب حلو وبعدين ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ما الفيبرز اللي بتطلع دي بتنزل تاني يحصل لها كوندنسيشن وبتتقل الدنيا. طيب حلو قوي كده. وبما ان انا كيف شاي، فلما انا كنت مسافر وهم عارفين ان انا كيف شاي خدوا لي ترمس شاي. ليه؟ قال لك ما ده هيخلي الشاي سخن لحد ما توصل. حلو قوي. ايه علاقه دوام باللي احنا بنرغي فيه ده؟ بص يا سيدي، انا هديك المعلومات كلها وتعالى نعمل كوبايه الشاي سوا. يبقى انا عندي السيستم اهو، التايبس اوف سيستم هنكتب كده اهي، تايبس اوف سيستم، نكتب عليها ايه؟ كوب شاي. ممتاز. كوبايه ايه؟ شاي. يلا بينا بقى اطلع عليكم ابداعاتي في الرسم. وايه اللي يحصل؟ ادي كوبايه الشاي وادي ودنها اهي، وهنعمل دي كده، والشاي لونه ايه؟ احمر اهو، شاي جميل. طب شويه والكوبايه عملوا لها ايه؟ زي كوبايه اليانسون كده. ما انا عجبتني، ما انا الشاي كل شويه ايه؟ بيبوظ مني. رحت جايب حاجه رحت مغطي بيها الكوبايه. قال لك جميل. شويه انا كنت مسافر، قال لك تعالى نحط له الشاي في ترمس. حلو قوي كده. تعالى بقى نفهم احنا بنتكلم في ايه. وهنكتب بس كلمتين عديهم لي دلوقتي، انا عايزك ترسم الرسمه دي عندك لحد ما نخلص. كوبايه الشاي اللذيذه رقم 1. كوبايه الشاي عندي دي رقم 1. حلو. مش انا نسيتها؟ قال لك اه. مش انا سبتها؟ قال لك اه. مش كل شويه كان عمال يطلع من كوبايه الشاي دي فيبرز طالعه كده؟ قال لك اه. شويه ولو كان حجم الشاي هنا فجاه هتلاقيه قل بقى هنا. ممكن ما يقلش كتير بس قل. ليه؟ ما هو حصل ايفابوريشن. ما احنا لسه قايلين مش شرط الايفابوريشن يحصل at 100 ديجري، يحصل عادي. طب حصل ايفابوريشن طلعت. طب وبعدين ما هي بردت. قال لك ما هي كمان خرجت الهيت بره. واحنا كنا قايلين في الفاندمنتال كورس عندنا ان الهيت از سورس اوف انرجي. يعني الهيت عندي ده مصدر من مصادر ايه؟ الطاقه. يبقى كوبايه الشاي المفتوحه دي وزنها قل؟ اه. خرجت شويه ميه؟ اه. يبقى اول حاجه تخرج. طب وتاني حاجه تخرج كمان الانرجي. استحمل معايا بس كده وركز. عجبتني حركه الطبق اللي على الكوبايه. ليه؟ خلى الكوبايه تتقل. يعني ايه تتقل؟ يعني كل لما كان في فيبرز طالعه هنا يحصل لها كوندنسيشن وتنزل، فيبرز طالعه هنا يحصل لها كوندنسيشن وتنزل، تلوز الانرجي ويحصل لها كوندنسيشن وتنزل. يبقى الفوليوم عندي قل؟ لا. ولكن الكوبايه لما انا مسكتها حتى لو انا حاطط الطبق، لا ما هي دفت لي ايديا، يبقى طلعت الهيت انرجي لبره. لا واحده تاني كده عشان بس الموضوع ده ما يلخبطناش. انا كوبايه مفتوحه اهي دلوقتي عندي، رحت عامل فيها ايه؟ سبتها ونسيتها. يا ربي ده انا نسيت الكوبايه، ده بردت وخست شويه في الميه، يبقى طلعت الانرجي والماتر. طب حلو. سبت الكوبايه دي هتبرد برضه بس كميه الميه مش هتقل. ليه؟ عشان اي ميه تطلع يحصل لها كوندنسيشن وتنزل. طب حلو. ترمس الشاي لما يجي يطلع الحراره لبره، العازل بتاع الترمس ده يقول له يا باشا اسفين خش ياض تاني. يجي يطلع الحراره بره، الترمس يقول له يا باشا اسفين الراجل عايز شاي سخن خش ياض بحرارتك دي تاني. طب وبعدين يجي يطلع الووتر فيبر بره، يروح عامل له كوندنسيشن زي فكره الغطا بتاع ده تاني. يبقى هو عمل ايه؟ هنا طلع الماتر؟ لا ما طلعش اي ماده من بره، ولكن الحراره طلعت. لما جينا خدنا فكره الترمس هو نفس كوبايه الشاي المقفوله بس حط له ماده عازله بحيث ان الهيت لما يطلع كده يخش يرجع فيها تاني. يبقى بالنسبه لي الترمس ولا طلع
حراره بره ولا الميه فيه خست. تاني الكوبايه المفتوحه طلعت لي الهيت بره، ماشي، وفجاه طلعت لي الحراره بره وبردت، ماشي، غطيناها، عملت ايه؟ طلعت حراره ولكن الميه ما خستش، يبقى طلعت الانرجي بس الماتر فضل قاعد فيها. طب وترمس الشاي ما طلعش ولا ده ولا ده. طب واحده واحده كده، تعالى بقى ندي ايه الاشياء بمسمياتها الطبيعيه. لو ده نوع سيستم، فالسيستم ده نوعه اسمه اوبن، سيستم مفتوح على البحري. طب لما غطيته بقى كلوزد. ايه ده؟ باظت خالص، كوبايه باظت، ماشي، بقى كلوزد. طب وده اسمه ايزوليتد، معزول عن كل اللي حواليه. تعالى كده نكتبهم على رواقه كده مع بعض، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي سيستم اسمه اوبن، هنا هنتكلم على الماتر، هنعملها في شكل جدول، وهنتكلم على الانرجي. طيب وهنا كلوزد، طب وهنا ايزوليت. يلا بينا، ده هيطلع الاتنين اللي بره. طب والكلوزد لا شكرا، هيخلي الماتر عنده وهيطلع انرجي بره. الايزوليتد لا ده ولا ده. طيب حلو، مفهوم. سؤال بقى للناس العباقرة اللي شغالين معايا، جسم الانسان مفتوح ولا مقفول ولا معزول؟ يعني حضراتكم كده، حضرتك اوبن ولا كلوزد ولا ايزوليتد؟ فكر فيها دقيقة لحد ما اجيلك. والله انا شايف اللي جاي بيقول لي كده ان احنا السيستم بتاعنا ده كلوزد. مين يا ابني اللي قال لكم ان السيستم اصلا بتاعنا كلوزد؟ حضراتكم نظامنا مفتوح، حضرتك مفتوح نظامك. ايه ده ازاي؟ والله انا شايف اللي بيفكر اللي بيضحك ورا ده. لا ركز معايا، احنا اصلا اوبن سيستم. ايه ده ازاي؟ طب يا سيدي حته الانرجي وفهمنا ان انا لما باجي اجري بعرق كده وابقى حران، اخش اخد شاور ابقى كويس، اقعد في التكييف ابقى لذيذ، بردانه اتدفى يبقى حلو، في هيت ترانسفير جوه وبره. طب وبعدين ركز بقى معايا، هو حضرتك مش بتاكل؟ باكل. ما انت بتدخل مطر اهو يا ابني. طب بعد ما بتاكل مش ما هو يبقى بتطلعه تاني. يبقى انا بالنسبه لي بطلع المطر ولا لا؟ ايوه. يبقى انا كده بالنسبه لي الهيومن بينج اصلا اجيب احنا اوبن سيستم، لان احنا بنطلع المطر وبنطلع الانرجي. حلو كده؟ قال لك وركز بقى في المعلومه دي عشان هنقولها دلوقتي ونقفل عليها. طالما احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده اتكلمنا عن انواع السيستم، انواع الماتر والانرجي ترانسفير بتبقى ان واوت. ايه ده يعني ايه؟ واحده واحده. يعني انا ممكن ادخل هيت انرجي جوايا او اطلعها، ممكن ادخل ماتر جوايا او اطلعها. نفس الفكره. الكلوزد ملوش علاقه بقى هنا بالماتر، ممكن يدخل انرجي ويطلع انرجي عادي. حلو قوي كده. طيب تعالوا بقى ايه نشوف الابداعات اللي جايه دي، ونتخيل معانا شويه تخيلات كده رهيبه. ازاي يا سيدي؟ بص، جميل القلم الاسود، جميل. الله اكبر عليا، الابداعات بتاعتي دي انا مش عارف هعمل فيها ايه. الحمد لله محدش يحب يشكر في نفسه طبعا. بص، لوحه فنيه، الله اكبر. بص يا سيدي، تعال ناخد ده اسمه ماونتن، عشان لو مش عارفين ان ده مش باين عليه يعني ان هو شكل جبل، فده بالنسبه لنا ايه؟ ماونتن. حلو. تعال نرسم الرسمه دي كده، وتعالى نتكلم بقى على الووتر سايكل واحده واحده معايا كده بقى. بصوا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم كده هنتكلم على الووتر سايكل سوا. طب ولما نيجي نتكلم على الووتر سايكل سوا، تعالى كده هنرسم الصن، الشمس. طيب يا سيدي، الشمس طول ما هي نازله علينا احنا بنعرق. نجري ونعرق، صح؟ طب تعالى نسيب دول سنه، هنحتاجهم كمان شويه. تعالى نبص بقى على الميه. الميه مش بتعرق؟ هيقول لي يعني ايه؟ هقول لك والله يعني الميه لما بتعرق بيحصل ايفابوريشن، والميه تتحول من الليكويد ستيت لحد الايه؟ الفيبر ستيت او الجازيوس ستيت، ويبقى اسمها ووتر فيبر.
تطلع هنا كده، شايف دي تطلع هنا از ووتر فيبر. شويه شويه، ركز بقى معايا قوي في الحته دي. بالمناسبه دي كلاود، عشان بس ايه يعني لو انا رسمي مش باين، دي سحابه. الووتر فيبر ايه اللي حصل لها عشان توصل للسحابه؟ حصل لها كوندنسيشن. وقلنا هي لازم تلوز انرجي، بس ما قلناش تلوز انرجي قد ايه. صح، بالمناسبه معلومه بسيطه للي مش عارف، السحاب اللي طاير فوق ده مش هوا حبيب قلبي، ده جوه اصلا ميه. السحاب ده تقيل جدا، اللي مش مصدقني يخش على جوجل. السحاب ده تقيل، ممكن تقول له زي تقول الجبل كده او الهضبه الصغيره، تقيل تقيل بجد، ليه اوزان رهيبه يعني غير ما انت متخيل. ولذلك هو معبى اصلا بالميه. ايه ده؟ يعني الكلاود اصلا ما فيهاش ووتر فيبر، ده فيها ووتر. الله ينور عليك، فيها ووتر. حلو كده، تمام. طب الكلاود بتمشي تمشي 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 لحد ما توصل لحد هنا. في المرحله دي حصل حاجه اسمها ترانسبورتيشن. ايه؟ الميه اتنقلت. خلي بالك خلي بالك، احنا بنتكلم عن حاجه اسمها ووتر سايكل، هيدرولوجيكال سايكل، يعني بنتكلم على الدوره اللي الميه لازم تمشي فيها. طيب شويه شويه، ركز بقى معايا، شويه شويه الدنيا مطرت. لا مش عايزين، السحابه باظت. شويه شويه الدنيا مطرت. حصل ايه؟ حصل رين فول عندنا، صح؟ ولما يحصل رين فول عندنا الميه، عايزين بس ايه، هنغير القلم كده بحاجه خفيفه يعني شويه. الميه تنزل، هات الابيض. فالميه بص اما تنزل، شايف اللون ده؟ الميه لما تنزل على سطح الجبل من فوق تتحول الى ايس. جميل. بتتحول عندنا لايه؟ لايس. ماشي كده. نشرب ميه بقى. تاني هنبدا الووتر سايكل من الاول بكلمتين بسرعه. الصن نزلت عندي، عملت ايفابوريشن، طلعت لي ووتر فيبر. شويه حصل لها كوندنسيشن، رجعت ميه. فين؟ في كلاود. كلاود مشيت ترانسبورتيشن. طب وبعدين حصل رين فول. العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ بريسبيتيشن، رسبت. حلو. حصل هنا نزلت فبقت ايس، كونت لي جزء من الكرايوسفير عندي. طب وبعدين يحصل حاجه اسمها سيرفيس ران اوف. تاني يحصل حاجه اسمها ايه عندي؟ سيرفيس ران اوف. ايه ده يعني ايه؟ يعني الميه تاخد بعضها وتجري. تجري تروح فين؟ تجري تروح تاني هنا. يبقى الليك دي بقت عندي اسمها ايه؟ فريش ووتر. لا تاني، واحده واحده عشان انا مش مستوعب. لو فرضنا ان دي كانت من الاول هنا، كان ده اوشن مثلا، تحول بعد كده لفريش ووتر شويه، والميه تمشي وتروح هناك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم عندي الميه اتبخرت منين؟ بتبخر من النهر وتبخر من البحر عادي، بقت ووتر فيبر، راحت للكلاود بقى فريش ووتر. تنزل يبقى ايس. ما احنا قلنا ليه الايس ده من الفريش ووتر؟ عشان هو جاي من هنا. ينزل شويه شويه يبقى عندي دي فريش ووتر. طب راحت تاني اختلطت بالاوشن تبقى سولت ووتر او مارين ووتر عادي. طيب واحده واحده كده، عندنا في حاجه مهمه قوي قوي قوي، وهي نازله بتخرم طبقات اللايزوسفير. تاني، وهي نازله بتخرم طبقات اللايزوسفير. بص، تنزل تحت الارض. تنزل تحت الارض هيبقى اسمها ايه؟ جراوند ووتر. طيب حلو قوي كده. واحده واحده بقى كده، عشان عندنا معلومتين تاني عايزين نزودهم بسرعه، وهنراجع الكلام بسرعه كده كده. الشمس نزلت على الاوشن او على الريفر، عملت ايه؟ ايفابوريشن. مرحله الايفابوريشن اهي، عشان نكتبها برضو، ايفابوريشن. شويه شويه الووتر فيبر طلع، حصل له كوندنسيشن، عمل لي كلاود. كلاود مشيت يبقى ترانسبورتيشن راحت واقع، عملت بريسبيتيشن. سيرفيس ران اوف، او المرحله دي اللي هي الانفلتريشن اهو. عملت لي الجراوند ووتر. ولذلك الجراوند ووتر والريفر والايس كل دول فريش ووتر، جايين من الووتر سايكل. طب وبعدين عندي معلومه صغيره عايز اقول لك عليها. ايه هي المعلومه الصغيره اللي عايز اقول لك عليها؟ تعالى بقى نجيب لها القلم الاحمر بتاعنا. مش انا بجري
عشان اما اجري اعرق. والعرق ده قلنا بيتبخر، لسه قايلين من شويه، قال لك طب يتبخر يطلع من ايدي يروح فين؟ يروح في الاتموسفير يتحول لوتر فيبر. يبقى البني ادم كمان يقدر يطلع لي ووتر فيبر. البروسيس ايفابوريشن واحده. طب وبعدين الشجر كمان مش ده ليفنج اورجانيزم؟ البني ادم بقى وكل الانيمالز كده كده بيعملوا ايفابوريشن، عشان بس ما تقولش البني ادمين بس. طب وده يقدر يطلع لي ووتر فيبر، بس البروسيس هنا ما اسمهاش ايفابوريشن، امال اسمها ايه؟ اسمها ترانسبيريشن. الله 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 الله. هنتكلم عليها كمان شويه، ولكن الترانسبيريشن هو الايفابوريشن بس للبلانت. حلو كده. تعالى بقى نشوف الووتر سايكل بقى. اخر مره الشمس بتيجي بيطلع لي ايه؟ الميه من هي الليكويد ستيت تتحول الى الجازيوس ستيت. حلو، تبقى ميه تبقى ووتر فيبر. بتطلع الووتر فيبر من مين؟ من 3 حاجات. من الووتر بوديز، سواء اوشن، ريفر، اندر جراوند ووتر طلعت فوق بقت جراوند ووتر، او ميه على السطح او ليك او اي مكان، مش فارقه معايا، طلعت من الميه نفسها، او من الانيمالز او الهيومنز زيهم عن طريق البروسيس اسمها ايفابوريشن. دول ايفابوريشن. البلانت الوحيد اللي ترانسبيريشن. طلعت بقت ووتر فيبر، حصل لها بسم الله الرحمن الرحيم كوندنسيشن، بقت كلاود ماشيه ماشيه ماشيه، ترانسبورتيشن، نزلت يحصل بريسبيتيشن، يا اما تنزل لي ايس سيرفيس ران اوف، تمشي تحت تعمل لي انفلتريشن تعمل لي جراوند ووتر، او تنزل على الريفر اشرب انا ميه جميله لذيذه قوي. ده من الاخر هو الووتر سايكل. بجد والله ده من الاخر اللي انت قريته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك ما هو نفس الكلام، هو ده الشرح بتاعه بجد والله. طب ما تيجي نقراه بسرعه، يلا بينا. يقول لك بص يا سيدي، water exists on nearby earth surface. بص بقى، constantly changing between ايه؟ الثري ستيتس. ليه؟ ما احنا قلنا اهو الثري ستيتس بتاعته مش كانت ووتر، ليكويد، طلعت فيبر، جاز، مشيت بقت ايس، سوليد، نزلت تاني بقت ووتر، عماله بتمشي وتتغير. طب وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، قال لك السيستم بتاعها كلوزد سيستم. اوبا، عرفت يعني ايه كلوزد سيستم؟ قال لك يعني ايه كلوزد سيستم؟ يعني بيحصل ترانسفير في الانرجي بس الميه زي ما هي. لا فهمني اكتر يا عم الحاج. مش احنا قلنا كلوز سيستم الماتر فيه ما بيضيعش وما بيتغيرش وما بينقصش، ولكن الانرجي هي اللي بتضيع؟ قلت لي قلت لك طب يلا، مش الميه هي نفس الميه اللي اتحولت ووتر فيبر؟ طب مش هي نفس الميه اللي اتحولت ايس؟ قال لك طب مش هي نفس الميه اللي اتحولت عندي ووتر تاني؟ قال لك يبقى انا عندي السايكل شغاله 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 شغاله، مجرد بس بتلوز وبتجين انرجي. يعني جين انرجي بقت فيبر، لوز بقت ايس، جين تاني بقت ميه، وهكذا. ولكن الميه ما نزليش ميه من الفضاء، الميه اللي عندي ما اختفتش زي ما هي، يبقى المطر ثابت والانرجي بتاعتي بتتغير، يبقى ده كلوزد سيستم. حلو قوي كده. ونرجع تاني، سيستمك مفتوح. طب وبعدين نون از هيدرولوجيكال سايكل او ووتر سايكل، الاسمين عادي. طب هيدرولوجيكال سايكل يعني ايه؟ ا كلوزد سايكل، ركز، كلوزد سايكل مهمه جدا الكلمه دي. اوكير بتوين ايرث سيرفيس اند ايه؟ بجد والله ليه؟ طب ما الووتر فيبر بيطلع فين؟ بيطلع في الاتموسفير، عشان كده في الاير in which the water move from ايه؟ one place to another. حلو. وبيحصل ايه؟ changing between its 3 state. طب ما يلا نشرح على الرسمه اللذيذه بتاعتنا دي الكلام ده. وهو نفس الكلام اللي احنا قلناه، وركز قوي عشان الووتر سايكل دي مش هقول لك صعبه لان هي خلاص بقت سهله بالنسبه لنا، بس دي اطول حته عندي في الليسون. طب يلا بينا نبدا من هنا. ايه اللي حصل يا سيدي؟ حصل ايفابوريشن وحصل ترانسبيريشن من هنا، ولو في بني ادم تاني هنا واقف اهو حصل منه ايفابوريشن، والكلاب والحيوانات وكله. طب يلا بينا، انتقلت بالترانسبورتيشن. حلو. طيب وبعدين مشيت بالكوندنسيشن. حلو. وبعدين تاني كملت ترانسبورتيشن تاني. حلو. كملت مشيت، السحاب مشي. يعني ايه؟ يعني الووتر فيبر مشي بقى سحاب، صار كوندنسيشن بقى سحاب. طب والسحاب واقف مكانه ولا بيمشي؟ لا بيتحرك، يبقى حصل له ترانسبورتيشن تاني. شويه مطرت بقى حصل له بريسبيتيشن، يا اما تنزل ووتر يا اما تنزل ايس. طب نزلت ايس يبقى حولتها لسوليد ستيت، يبقى كانت هنا ليكويد جاز سوليد. تاني ليكويد جاز سوليد، اكتب ليكويد جاز سوليد
غيرنا في الثري ستيت. هل انا بقى خدت المطر ده، خلينا نتكلم ان الانرجي اتغيرت، بس هل انا خدت الميه دي رميتها في السبيس؟ مستحيل. يبقى انا بالنسبه لي كده المطر موجود ولكن الانرجي هي اللي بتتغير. طب يلا، بريسبيتيشن حصل سيرفيس ران اوف، جريت بقت ميه، وشويه حصل ايه؟ انفلتريشن، نزلت لحد الجراوند ووتر. طب يلا نشوف بسرعه العمليات اللي عندنا مكتوبه كده. بص بقى، يلا بينا. ايفابوريشن، اكتب بقى يا ولدي. ايفابوريشن بعديها كوندنسيشن بعديها بريسبيتيشن بعديها انفلتريشن. محتاجين نشرحهم؟ الحمد لله شرحناهم. فاهمين الكلام؟ فاهمين. تعالى بقى لما اجي اقول لك والله البروسيس بتاعت الووتر سايكل، اول بروسيس عندي الايفابوريشن، بتحصل منين؟ اول حاجه بتحصل منين؟ من الووتر، فروم الووتر بوديز. ايه الووتر بوديز دي؟ اوشن، ليك، ريفر، اي حاجه. طب وبعدين biological process such as respiration and excretion. ما حضرتك بتكسكريت ميه برضو، بس في البلانتس وفي الانيمال. حلو قوي كده. طيب وفي بلانت اسمها ترانسبيريشن. حلو. طيب تعالى كده واحده واحده بقى معايا، هنلعب شويه. ليه؟ تعالى، انت فاهم اكسكريشن يعني ايه؟ ما تقوليش ان انت مش فاهم يعني ايه اكسكريشن. تعالى نشوف الرول في البيولوجيكال بروسيس في الهيدرولوجيكال سايكل. اول حاجه ريسبيريشن واكسكريشن. يلا. اوكير ان بلانت وانيمال، زي الفل. ما هو البلانت بيتنفس، بلانت بيطلع، حتى لو البلانت انت مش فاهم ان هو بيتنفس، نبقى احنا عندنا مشكله. ليه؟ لان هو البلانت يا حبيب قلبي بيتنفس كربون دايوكسيد عادي، انت بس اللي بتتنفس اوكسجين. يعني البلانت بياخد اللي طالع منك وانت بتاخد اللي طالع منه. طب حلو. الاكسكريشن بقى، وده اللي يهمني. الاكسكريشن is the process by which a living organism get rid of waste. يعني انت لما بتبقى مش قادر عايز اخش الحمام، ما انت بتطلع ويست. طب وبعدين result from vital ايه؟ processes. حلو قوي كده. طب بص يا سيدي، واحده واحده بقى. از مين؟ كربون دايوكسيد من النفس، ووتر فيبر. هديك معلومه ليك وللزمن. الووتر فيبر بيطلع منين من جسمنا؟ مكان واحد ولا ثلاثه؟ او بلاش ووتر فيبر، الووتر كلها بتطلع منين؟ وهنقول الفورمز بعد كده. الميه بتطلع عندك من 3 اماكن. تطلع اول حاجه في اليورينيشن، تاني حاجه بتطلع في السويت، كل ده اكسكريشن، وتالت حاجه بتطلع في النفس. لا تاني، الميه بتطلع عندي من 3 حتت. اول حاجه لما تخش تعمل حمام، تاني حاجه لما بتجري من السويت، تالت حاجه من النفس بتطلع ووتر فيبر. الوحيده اللي بتطلع فيبر اهي. طب والتانيين بتطلع ليكويد عادي. طب وبعدين بص طلع نيتروجينس ويست زي الامونيا واليوريك اسيد. ماشي، حلو قوي كده. يمكن اغلبنا عارف اليوريك اسيد ده، لما حد يقول لك والله روح اعمل تحليل املاح، يقول لك يا جنبي انا عندي اليوريك اسيد عالي، لازم اشرب شويه ميه. ايه ده ليه؟ لان الميه بيدوب فيها اليوريك اسيد وبتطلع، ولذلك اليوريك اسيد والامونيا بيطلعوا على طول. وتعالى بقى نخش على ترانسبيريشن على طول. اوكير ان بلانتس اونلي. ايه ده؟ يعني حضرتك ما بتعملش ترانسبيريشن؟ ما عندكش الامكانيات يا ابني والله، ما عندكش القدره انك تعمل ترانسبيريشن. دي حاجه عظيمه. ترانسبيريشن ده زي العرق. بص شايف البلانت الصغنون ده عمال بيعرق من بطنه اهو، ده ترانسبيريشن. طب بص بقى، transpiration is the process by which the plant get rid of excess water in the form of water vapor. زي ما انت بتطلعها في النفس، زي ما بتطلعها من السواد بتاعك، هو نفس القصه. طب occurs through microscopic slit found on the surface of green leaves and the stem called stomata. بص بقى يا سيدي، تعال نبص على القصه دي وتعالى نحكي فيها شويه. ليه؟ ما احنا تعبنا من الحكاوي، معلش استحملني. الليسون قد يبان صعب، بس والله لو قعدت ذاكرته بالحاجات اللي بنقول عليها دي هيبان لذيذ قوي 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 قوي. بص بقى، تعالى واحده واحده كده هنرسم شجره. لا دي مش شجره خالص، دي شجره ميته. يمكن يكون العيب في القلم، ولا هي الشجره بتبقى بني؟ يعني معلش بقى عدوها لي، خلاص احنا عرفنا موضوع مشكلتي مع الرسم. وده اهو، دي الشجره، وفي ورق شجر من هنا اهو، دي ورقه الشجر. حلو، هناخد من دول ورقه، ونعمل ايه؟ بص يا سيدي كده في الحركه اللي جايه دي، مفيش احلى من دي ورقه شجر. هي شبه الليمونه بس هي ورقه شجر. يلا بينا.
بص يا سيدي، تعال نبص للقصه دي تحت الميكروسكوب. ايه تحت الميكروسكوب ده؟ وتعال ناخد قلم اخضر كده لذيذ. ورقه الشجر دي لونها المفروض ايه؟ جرين، يعني عشان بس ايه انا عارف الدماغ. ورقه شجره جرين. بص يا سيدي، فيها حاجه غريبه قوي كده. دي اسمها ايه؟ اسمها ستوماتا. عارف الاستوماتا دي شبه ايه؟ شبه بق السمك. ايه ده ليه؟ حد عمره شاف بق سمكه بتتنفس؟ السمكه بتقعد كده. ايه اللي انا بعمله الهبل ده؟ قال لك ما هو بق السمكه ده بيشفط ميه او بيطلع ميه، يعني دي تقريبا الخياشيم بتشفط الميه وتطلع من بقها، هي بتاخد منها الاكسجين وخلاص. مش موضوعنا، هنشوفه كمان شويه بعدين. الاستوماتا دي ركز معايا، عامله زي البوابه. شايف دي؟ كانها عضله وعضله، دول سل بتقفل. تاني بتقفل، بص 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 بص، يا اما تفتح. تاني بص، تقفل يا اما تفتح. تقفل يا تفتح. طب امتى تقفل وتفتح؟ ركز بقى معايا في القصه دي. والله البلانت عرق. يعني ايه البلانت عرق؟ يعني عمل مجهود، الجو حر، عايز يهدي من درجه حرارته. ايه ده، هو البلانت بيعرق زينا؟ طبعا. ما مش يا حبيب قلبي، البلانت ده كائن حي، والشمس زي ما هو بيستفاد منها فوتوسينثيسيس، بس ممكن تسخن له الدنيا. قال لك اه. طب وانت لما بتسخن مش بتعرق؟ قال لك اه. البلانت برضه بيعرق. يبقى الاستوماتا دي اللي بيحصل لما بيعرق البلانت عندنا؟ تفتح، تطلع، تعرق، تطلع. ما تعرق ايه؟ بص بقى كده، تروح فجأة مطلع لنا شوية ووتر دروبلتس كده. طب الووتر دروبلتس دول بيطلعوا ان ذا فورم اوف ايه؟ اوف ووتر فيبر. تطلع لنا شوية مية، شوية يبقى ووتر فيبر. حلو. واحدة واحدة بقى معايا عشان الكلام ده مهم. ستوماتا فتحت، طلعت ايه؟ طلعت شوية مية بره. حلو، ركز بقى معايا في الحتة دي قوي. لما هي طلعت ميه بره هدد البلانت. طب الميه دي مش ممكن يكون دايب فيها املاح زي بتاعت هي جنبي على اليوريك اسيد؟ مش دايب فيها املاح؟ دايب فيها املاح. يبقى كمان طلعت مع الميه دي الويست برودكت. يبقى ده نوع من انواع الاكسكريشن في البلانت. تاني نوع من انواع الاكسكريشن في البلانت، ان هو يخرج السموم اللي جواه. ازاي؟ عن طريق الاستوماتا. طب يعملها ازاي الخلبوز ده؟ يطلع شويه ميه يهدي حرارته ومعاه شويه ويست. بص بقى عشان الحته دي مهمه قوي. طول عمرنا زمان او حتى لو دلوقتي احنا عارفين، بص البلانت فيه ايه؟ في خراطيم ميه كده، وفي خراطيم كبيره كمان. دي اسمها زايلم، ودي اسمها فلويم. مش مهم بالنسبه لي قوي الفلويم دلوقتي، مهم بالنسبه لي الميه الا وهي الزايلم. وهسالكوا سؤال عبقري. لو انا شفت شجره كبيره والليفز بتاعتها جرين، معنى كده ان الميه بتوصل لحد الشجره دي ولحد ورقه الشجر. ليه؟ عشان تطلعها لي عن طريق الترانسبيريشن بروسيس. واحده واحده تاني. مش الميه لازم توصل لحد ورقه الشجر عشان خاطر بسم الله الرحمن الرحيم تطلع؟ قال لك تمام. طب معلش سؤال تاني، ده في شجر بيوصل لحد الدور الثالث والرابع. يا راجل ده انا في الارض والميه بتقطع. يعني ده انا في الاول الميه لازم تيجي لي بموتور، لازم في موتور يطلع الميه. هل الشجره فيها موتور؟ قال لك لا طبعا. قال لك لا، فيها موتور اسمه زايلم، وده موتور من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده؟ لا تاني، واحده واحده نبص للبروسيس دي تاني. الشجره في الدور الثالث، الليف بتاعتها في الدور الثالث. بقول لك انا في الارض والميه بتقطع. طب الميه بتوصل لحد الدور الثالث ازاي؟ قال لك ما عن طريق الزايلم. قال لك ازاي؟ بص يا سيدي، ورقه الشجر تروح مطلعه الميه بره. باي 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 يا ميه، بقت ووتر فيبر. تروح نازله على الحته اللي جنبها، تسحب منها شويه ميه. طب وهنا تروح سحبه من اللي جنبها، وهنا تروح سحبه من اللي جنبها. تروح للزايلم تقول له يا زايلم انا ما عنديش ميه. يروح الزايلم يروح مطلع لها شويه ميه. حلو؟ طيب ممتاز. كلمه زايلم دي بتعتمد على حاجه اسمها الكابيلاريتي او الكابيلاري تيوبس. ايه الكابيلاري تيوبس ده؟ ان هي تيوب صغيره قوي، فمن دفاع الميه بتطلع على طول. وسبحان من ابدع في خلقه، ميه بتطلع لحد الدور الثاني والثالث من غير اسانسير جوه الشجره. طيب واحده واحده بقى معايا كده، ايه اللي بيحصل؟ ورقه الشجر عرقت، طلعت، شكرا. تروح رايحه ورقه الشجر على الفرع بتاعها، تقول له يا فرع هات ميه يلا. تروح مديلها ميه. يروح رايح شوف على جذع عنده، يقول له اديني ميه اديني ميه. يروح رايح على الشجره الام الكبيره، طلعي لي شويه ميه من تحت. طب وبعدين؟ طب الظلم بيجيب ميه منين؟ من السويل. لا تاني بقى، يبقى يعمل حاجه بريشر ديفرنس. هو طلع ميه بره، تروح شفطه.
يطلع من السويل على الزايلم على ايه اي مكان بقى بقيه الشجره لحد ما توصل لحد الليف. سهله دي سهله. يبقى الترانسبيريشن سبحان من ابدع في خلقه مهمه في ايه؟ بتهدي بتهدي ايه؟ درجه حراره الشجره، بتهدي درجه حراره الشجره، بتعمل كولينج للتري. طيب وبعدين بتطلع لي الويست برودكت عندي بره. ممتاز. طب وبعدين بتعمل ايه تاني؟ بتخلي السيستم بتاع الميه يشتغل بتاع الزايلم. طب وده فايدته ايه؟ قال لك ما هو مش في نيوترنتس في الارض، في عناصر غذائيه موجوده في الارض انا محتاجها، هتطلع لي فوق ازاي؟ قال لك ما هي بتطلع بالطريقه دي. عايز نيتروجين خد، عايز مثلا بوتاسيوم خد، عايز فوسفورس خد، طلعها. لو ما حصلتش دي هيوصلوا للكلام ده ازاي؟ هيوصلوا لورقه الشجر دي ازاي؟ مش هيعرفوا. يبقى لازم الميه تجدد نفسها. فسبحان الابداع في الخلق، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب تعالوا نقرا الكلام ده ونشوف احنا بنتكلم اصلا في ايه. يقول لك بص كده الترانسبيريشن عندي بيطلع ايه الدنيا بره عن طريق فتحه اسمها ستوماتا. كلمه واحده صغيره موجوده في المنهج، بص احنا شرحناها في قد ايه. طب ليه الكلام ده كله؟ عشان يا حبيب قلبي احنا متعودين من بدري ان احنا ما بنحفظش الحاجات اللي عليها حفظ. يا سيدي احفظها بس على الاقل انا محتاجك تفهم. طب تعالى نشوف الامبورتنس بتاعت الترانسبيريشن. اول حاجه عندي بتعمل ايه؟ بص 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 ديكريز التمبريتشر بتاع البلانت. والله ما قلنا حاجه غريبه، احنا زي الفل 100 فل و10. طب وبعدين تبروديوس فورس، ركز بقى، ذات بولز ووتر، بتشفط الميه. حلو. طب وبعدين ثرو مين؟ الزايلم تيشو. حلو. بالمناسبه الفلويم اللي احنا ما اتكلمناش عليه ده بيطلع ايه؟ الاكل. خلينا في الزايلم. بريزنت ان ذا روت اكستندنج ثرو ذا ستيم والليفز. حلو. تعالى بقى نشوف الخطوات اللي حصلت دي معانا واحده واحده. ووتر ايفابوريتس ثرو الاستوماتا، خرجت وطلعت، باي باي مع السلامه. طب وبعدين ركز بقى معايا. ترانسبيريشن بروديوس ا بولينج فورس، انا عطشان عايز ميه هات. ريزلت اوف ووتر ايفابوريشن فروم ذا ليف. حلو قوي كده. يبقى تاني ايفابوريشن حصل اسمه في البلانت ترانسبيريشن، خرج وشكرا. طب وبعدين نخش على كده عدت من الليف. طب بص 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 ذا فورس بولز ووتر ثرو زايلم. يعني ايه؟ يعني حصلت هنا ويقول انا عطشان يرفع معايا ميه. طب رفع معايا ميه، ايه اللي حصل؟ ووتر ترافلز فروم ذا روت، ما هي الميه موجوده فين؟ موجوده هنا. طيب تو ذا ستيم، هي كومبنسيت الووتر لوس في الليف. شكرا يا عم اديتني ميه الله يبارك لك. طب والميه دي فيها ايه بقى؟ بص 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 بلانت ابزورب ووتر فروم السويل and the process is repeated. استفدت ايه بقى بلانت من اللي بتعمله ده بقى؟ قال لك ما انا لما شديت الميه كان فيها مينرالز دايبه. حلو. قال لك جميل. واحنا عرفنا قصه ان المينرالز دايبه دي عشان قلنا ان لايك ديزولفز لايك. حلو. خلصنا يا سيدي القصه بتاعت الفابوريشن. قال لك والله ده انا والله نسيت ان الموضوع كان على ايفابوريشن. لا يا حبيبي ما تنساش، تعال نفكرك. الووتر سايكل بتبدا بالايفابوريشن، تطلع لي ميه من الووتر بوديز ده او من الانيمال والبلانتس لحد ما توصل ووتر فيبر فوق. كل ده احنا بنرغي في الووتر سايكل. طب يلا طلعت لي ووتر فيبر، مشيت ترانسبورتيشن، حصل كوندنسيشن، بقت سحابه. بقت ايه؟ بقت سحابه. شويه شويه مشيت، بقت فين السحابه؟ اتحركت، راحت كده ولا راحت كده؟ انا رحت كده اهو. وبعدين حصل ايه؟ بريسبيتيشن، نزلت لي ايس او سيرفيس ران اوف، نزلت لي ميه تاني. انفلتريشن تحت، بقت الجراوند ووتر. طيب ممتاز قوي الكلام ده كله. طب احنا كده خلصنا اول حته الايفابوريشن. كوندنسيشن، بريسبيتيف فورميشن في الكلاودز، خلاص اهي. واوعى تنسى ان الكلاودز دي فيها ميه، ما فيهاش ووتر فيبر. طب بريسبيتيشن رين فول وسنو فول، خلاص. نزلت لي رين فول يبقى بتنزله لي ليكويد، نزلت لي سنو فول يبقى بتنزله لي وهو سوليد. حلو جميل. طيب والانفلتريشن انكلودز ووتر انفلتريشن ثرو ايه؟ البورز بتاعت السويل، نزلت من الفتحات اللي في التربه وفي السيديمنتري روكس تو فورم جراوند ووتر. طيب ممتاز. تعالى ندي رسمه صغننه كده اخيره عشان نشوف الووتر سايكل. تعالى اخدها واحده واحده. بص يا سيدي، evaporation، تعالى ناخد بالقلم احمر، from water bodies، تمام، او transpiration في البلانت، او respiration واكسكريشن في البلانت وفي الانيمال. قلنا البلانت مميز في الترانسبيريشن بس، وبتحصل عن طريق حاجه اسمها ستوماتا. اوعى تنسى الاسم ده. طيب تحولت الى ووتر فيبر، حصل كوندنسيشن بقت كلاودز. جميل. شويه شويه حصل ايه؟
حصل بريسبيتيشن عمليه الرين فول. لو نزلت رين ونزلت ايس، طب الرين يحصل له انفلتريشن في السول يديني اندر جراوند ووتر، طيب والايس يحصل سنو ويحصل ميلتنج وفورمنج للايه؟ للاندر جراوند ووتر او الجراوند ووتر عندي، وتعيد السايكل نفسها تاني. تمام. تعالى بقى ناخد القصه دي، نمسح بس قصه البريسبيتيشن دي، وتعالى عايزك تكتب لي حته هنا في النص. طبعا انت هنا اكتب لي البريسبيتيشن عادي جدا، وهنا اكتبها لي كده بالخط العريض كده. كده انا عارف ان ايه ليه بقول لك اكتبها لي دايما على طول، لان بسم الله ما شاء الله البنات على طول شغالين معايا كتاب، انما احنا لا، احنا كرجاله انا بسمع، انا فهمت انت هترغي معايا تاني. اكتب يا بابا كلوزد سيستم، واوعى تنسى ان الووتر سايكل كلوزد سيستم، اوعى تنسى ان الووتر سايكل كلوزد سيستم. اطول حته في الليسون عندنا، والحمد لله دلوقتي بقت سهله ومفهومه. وتعالوا كده ناخد اكسرسايز صغير ونقول لك يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم what is the percentage of water، وقبل ما تتسرع وتجاوب شوف فين that covers the earth's surface 70%، والله that can be used for drinking 1%، والله that cannot be used for drinking. شوف بقى كده، ده السؤال التركه. ليه سؤال التركه؟ لان انت 97% ده مارين ووتر، ما اعرفش اخدها اشربها. طب والكرايوسفير برضه ما اخدش اشربها، يبقى ممكن 99%. طب لو بيتكلم على السولت ووتر 97، بيتكلم ووتر ان ذا فورم اوف ايس او سوليد يبقى 2%. تعال نكمل. الكرايوسفير، ركز، مين اللي كنت بعيط وانا مش عارف اشربه؟ كونتين ووتر ان ذا اي ستيت سوليد. انا كنت بعيط عشان مش عارف اشرب السوليد. طب وبعدين تعالى بقى نشوف study the following figure then answer the following. تعالى بقى نبص على الشكل ده. الشكل ده خلبوص خالص. ليه؟ تقريبا لو هتجيب 75% من البتاع دي فهتجيبها كده، يعني لو هتجيبها around 75% فانت هتجيبها لحد هنا كده. فمعنى كده ان ده اقل، يعني معنى كده ان ده وده اقل، فمعنى كده ان ايه؟ حاجه بتتكلم around 30%. فانا مدي انديكيشن صغير كده ان ممكن ايه دي تكون لاند. طب يلا وتعالى ناخد المعلومه ليك، اللاند اسمه لايزوسفير. حلو. بالمناسبه صحيح انتوا عارفين ان المفروض حقيقه علميه، يعني حقيقه علميه ان اللاند المفروض 100%. دي مش علينا في المنهج، دي حاجه كده يعني. ايه ده ليه؟ ما هو البحر ده اخره فيه لاند. تخيل بقى دي. بس احنا عندنا اللي بندرسه ان هو 30% من السيرفس، احنا بندرس اللي فوق اللي باين. 70% من الميه، وتحت ملناش دعوه بيه. يلا بينا تعالى نكمل. يبقى ده كده بص، ده الميه، يبقى بي وسي ميه. طب تعالى بقى نبص، سي ده نقول عليه ايه؟ نقول عليه مارين ووتر، او نقول عليه سولت ووتر. طب وبي ممكن دي تبقى الفريش ووتر اللي هم ال 3% اللي فاضلين. حلو كده. تعال نشوف هو عايز ايه. يقول لك which symbol represent الهيدروسفير، الميه، بي وسي. خلاص شكرا. طب يلا which symbol represent sea water؟ لا ده سي بس. حلو قوي كده. طيب زي الفل. وبكده دكاترتنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يكون ليسون 1 عندنا خلص على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حطينا رجلينا على اول الطريق، باذنك يا رب ان شاء الله نكمل الترم ده على خير، ويا رب يا رب بالفول مارك لينا جميعا. الليسون سهل، الليسون بسيط، محتاج بس نفتح مخنا شويه ونبدا نظبط الدنيا فيه. اشوفكم دايما على خير يا رب. السلام عليكم.